تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية وتنمية محلية. بينبثق منه بعض المشاريع الموجودة اللي احنا بنتكلم عليها دي، عشان بس تبقى الامور واضحة بالنسبة لنا، لان الكل متصور ان البنوك بتعمل قروض للشباب وللناس. لا هيبتدوا لكن اساس الهدف كله تنمية اجتماعية او تنمية اقتصادية لمصر. احنا هيقام بعض المشروعات الاخرى هتخش من خلال هذا المشروع. ده بالنسبه للموضوع. في موضوع ثالث طبعا هنتطرق يمكن الاخوه الكوريين موجود معانا، هو مشروع برضه هيبقى مع ايطاليا. بتابع وزير الزراعه، وهناك انا يمكن ده كان سفري انا، يمكن هو كان طبعا مشروع خاص بوزاره الزراعه، ودعاني لهذا الاجتماع وزير الزراعه الايطالي مع وزير الزراعه لحاجتين. ان المشروع كان بالنسبه ل منظمه الفام فيها جزء للتنميه، التنميه الريفيه، التنميه الريفيه كان متاخر عشان الجزئيه ديت. وجزء ثاني ان احنا نشوف مصنع تدوير المخلفات الزراعيه اللي بيطلع البيوجاز وبيطلع الحاجات دي كلها مش تبع الطبيعه. الجديد اللي احنا شفناه يمكن هيكون خلال اسبوعين، وهنبدا برضك بالشراكه معاهم ان احنا ينقلوا التكنولوجيا بتاعت المصنع ده. طبعا انا بوهرت لما شفت هذا المصنع موجود بالنسبه للمخلفات الزراعيه ومخلفات المنازل. طبعا هو بيفصلوا بره تماما، بياخدوا مخلفات زراعيه، بياخدوا مخلفات الاسواق، بيجزر الخلطات، اي مخلفات بياخدوها وتتخلط وتتعمل ولها نظام معين، وبعدين في الاخر بيطلع منها السماد سائل والسماد العضوي، وايضا بيصفر منها البيوجاز. البيوجاز بياخدوه بيعملوا منه بيسيلوه، بيتسيل زي ما موجود عندنا في كده، بيشتغلوا بجميع العربيات الموجوده اللي هناك كلها، جميع المعدات كلها بتشتغل بالبيوجاز بتاع ده. ونفس المصنع ده بيشغل بيطلع طاقه 1 ميجا وات كهرباء، جايبين توربين كبير جدا شغال جزء منه بيطلع كهرباء من بتاع ده. طبعا المشروع ده لو جه عندنا هنا واستغلناه، وده ناحيه الشمال دي وحده صغيره. خدتوا ازاي؟ لو جه عندنا طبعا هنعمل منه العديد من طبعا احنا اصريت ان احنا ناخد واحده. ليه؟ حتى قلت لهم لو هنعملها نفقتنا الخاصه او بالشراكه بالنص. حتى فات مع السيد وزير الزراعه انا ادفع 50% 25 وانت 25 هم 50 ونخش شراكه. الهدف ان انا اعمل المدفع ده ليه؟ احنا دايما ما بنامنش بالحاجه لما بشوفها على الواقع. قلت له هنعمل هذا المشروع لان انا نفسي هم صنعوا كل المعدات على المصنع ده هناك، شركه كبيره. فاتفق برضك انهم هيجوا نعمل هذا المشروع عندنا، وابدا في اي مكان في القاهره في اي محافظه من المحافظات حتى اطبقه على الواقع ونبدا نجربه ونشوف القيمه قد ايه. انا مش هستنى بقى يقول لك لو دراسات كذا، لا احنا عندنا طبعا كل حاجه كل يعني هو ناتج منه قد ايه؟ بيربحوا قد ايه؟ ضغطه قد ايه؟ بياخد قد ايه؟ كل ما يستلزم مشروع جبناه موجود معانا هنا وبنعمل انا دراسات. واتفقت النهارده مع وزير البحث العلمي ان احنا نقعد وهو هيجي يقعد وياخد كل الفايل ده كلاته بشرط ان ندرسه دراسه جيده جدا من وزاره البحث العلمي، وهنبدا نطبقه بالفعل على الواقع خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ده بالنسبه للوضع اللي احنا شايفينه بالنسبه للكليه دلوقتي. يمكن بعد هذا اللقاء هنقعد مع بعض مع البنوك مع الاخوه اللي جايين من حاجه كلها، هنقعد بشرط ان احنا نبدا نحط المذكره الكامله اللي هنبدا بيها بالفعل، وهنبدا عمليا سريعا. يعني مش هناخد وقت بقى، يعني وقت ان احنا نقعد نعمل الابحاث والبتاع، ما كل الدراسات نعمل سريعا جدا بشرط ان احنا خلال اقصر فتره زمنيه نكون بدانا في تنفيذ المشروع. لان ده الواقع بتاعنا. لو سيد الرئيس يمكن اشوف كل قاده يقول لك الزمن الوقت قد ايه؟ هيخلص امتى؟ لان احنا بنفتقد لعنصر الزمن. في عنصرين بنفتقدهم في مصر، المسافه والزمن. تسال واحد تقول له والله الحته الفلانيه يقول لك ده على بعد 5 متر، ماشي 5 كيلو. بالك ازاي؟ العنصر الثاني عنصر الزمن. الزمن ملوش قيمه عندنا. والعنصرين دول احنا
دلوقتي حاليا في الفتره الحاليه